لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم الالتزام بتوجيه 40% من الإنفاق الحكومي لدعم قطاعات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب النقية كأولوية لمعالجة وتخفيف آثار الإصلاح على المواطن. وأكد جبريل عدم وجود اتجاه لزيادة الضرائب والاكتفاء بالتوسع الأفقي وتوسيع المظلة الضريبية للوصول إلى مكلفين جدد لزيادة حصائل الضرائب وتوظيفها لخدمات المواطن الأساسية. وكشف جبريل خلال لقائه رئيس المكتب الاقتصادي الإقليمي الفرنسي بنيروبي جيروم بانكونا وحضور سفير فرنسا لدى السودان رجاء ربيعا خطة واضحة لجذب المزيد من الاستثمار للقطاعات الإنتاجية وبناء شراكات استثمارية لتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي والتعديني بالتصنيع في مجالها بجانب الاهتمام بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.